السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. الفيديو بتاع النهاردة عن البط وترقيده وازاي من أول كل المعلومات الخاصة بترقيد البط، وكمان هتشوفوا البطة المسكوفي بتاعتي دي طلعت لي بطة حلوة قوي، جميل ما شاء الله. أهم حاجة المعلومة ديت كده هنقولها لكم في الأول. أما البطة تكون راقدة ومقربة تطلع، احنا طبعا هنقولك دلوقتي بتطلع كام يوم. قبل ما تطلع بيومين كده أو 3 نحط شيح تحتها، نرش على البيض شيح زي ما انت شايفة كده، شوية شيح كده في ايديكي، يعني بقدر معلقتين. هتلاقيها ما شاء الله طلعت بط زي ما انت شايفة كده بعد يومين. جميل جدا جدا جدا، عسل. ربنا بقى يطعمنا فيهم ويخليهم ويبقاش لهم امراض. هقولك بقى بالتفصيل الغير ممل كل المعلومات عن ترقيد البط. اولا، واحسن نوع بط للبيض، واحسن نوع يديك انتاج. البط او في انواع، فيه اللي هو البلدي او اللي بنقول عليه ساعات ناس بيقولوا عليه اللي هو السوداني، في البط المسكوفي. دول احسن نوعين للرقاد. وفي البط اللي هو البكيني، ده ما بيرقدش، ده بيبيض بس ما بيرقدش. وفي المولر، ده لا بيبيض ولا بيرقد، اللي هو المولر او البغال، لا بيبيض ولا بيرقد. المولر او البغال ده ما بيبيضش ولا بيرقد، بط عقيم. البطة اللي قدامنا دي بطة مسكوفي. واحسن نوع عشان تجيبي بط يكون مجنس حلو والبط يكبر معاكي بسرعة ويبان عليه الاكل ويبان عليه العلف، لازم يكون البط مجنس. يعني يا الذكر يا النتاية يكونوا مسكوفي. عشان البط اللي هو السوداني بس خالص ده او البلدي خالص ده بيبقى صغنطوط خالص كده، طيب صحيح طعمه مسكر وحلو، بس بيبقى صغنن قوي ما بيبانش عليه اكل. لا، احنا عايزين حاجه يبان عليها اكلنا. وعلى فكره الخليط ده المجنس ده بيطلع في نفس طعم البلدي بالظبط. والافضل، يعني هتقولي لي انهي يكون افضل للذكر ولا النتايه؟ هما المسكوفي. لا، النتايه طبعا. النتايه هي اللي الافضل انها تكون هي المسكوفي، انها تكون هي اللي مسكوفي، علشان البيضه بتاعتها بتكون كبيره كده ما شاء الله، فيقوم تطلع البطه كبيره. هقولك دلوقتي انا استقبلت البط دوت ازاي وعملت له ايه. خلينا نكمل بس موضوع الترقيد بتاع البط ده. يعني لما بتيجي تنقي في البط عشان ترقدي بطة، تنقي أكبر بطة. ويا سلام لو كانت بطة مسكوفي. البط المسكوفي أحيانا منه أنواع ما بتحبش ترقد. بتعرفيها وتسيبيها مرة واتنين، ممكن في تالت مرة تنظبط. يعني البطة دي مرتين قبل كده تبيض وتسيب البيض، دي تالت مرة ما شاء الله رقدت. دي أول مرة ترقد عندي على فكرة، مع إنها باضت قبل كده مرتين. انا طبعا البط ده لسه طالع من البيضة فبيبقى مجهد، فهستقبله على محلول معالجة الجفاف دوت. حطيت على شوية صغيرين هم علشان يشربوهم كلهم مرة واحدة، علشان الجو برد مش هشربه كتير، علشان انا عايزاهم يستفيدوا بالبتاع ده كله، بالكيس ده كله. وكمان اي مضاد حيوي موجود عندك يكون تنفسي او ينفع تنفسي ومعوي، زي الايموكس او الفلوموكس، الاتنين دول حلوين جدا. فانا هحط لهم كبسولة تقعد يومين، وبعدين يعني الكبسولة على 4 لتر يشربوها، ان شاء الله يشربوها في ال4 ايام. كبسولة واحدة على 4 لتر ويشربوها لمدة 4 ايام. شربوا كبسولة ماشي، شربوا كبسولتين ماشي، المهم ان الكبسولة على 4 لتر. كده استقبال البط. وطبعا العلف يكون علف تركيز 23%. انا طبعا ممكن يكون ما عندكيش علف في نفس الوقت، ممكن تحطي دقيق ذرة، ممكن تحطي فول صويا اللي هو الصويا المطحونة خالص بتاعتنا دي. اي حاجة تحطيها لهم ياكلوها تكون ناعمة، بس تكون مفيدة. يعني اما دقيق ذرة، بس دقيق الذرة ما نحطوش ناشف، دقيق الذرة نبله كده ونخليه زي الرز كده، مبلول نص بلة كده، ونفركه حلو قوي، هيبقى جميل. وعملته لكم قبل كده في خلطة، بس هو ممتاز جدا جدا لاستقبال الطيور. تمام، نكمل بقى موضوع الرقاد بتاع البط. البطة اللي هي المسكوفي، ممكن زي ما قلت لك ممكن ترقد ممكن ما ترقدش، بس في الغالب بيرقدوا. نادرا ما بتلاقي واحدة ما بترقدش، وهي زي ما قلت لك ديا قبل كده بيضت مرتين، كنت بحط بيضها تحت البطة التانية، والمرة دي هي ربنا هداها ورقدت. كده هي بتبقى في مشكلة في الهرمونات بتاعتها، وهي همتها بدأت تتظبط. البطة بقى اللي ترقد، اقول لك البيض ازاي تخلي البيض يتضاعف.
عامة البطة البلدي الصغير ده اللي هو السوداني بتبيض من 8 بيضات ل 12 او 14 بيضة، الاقصى اقصى حاجة تبيض 14 بيضة. تقدري تخلي البطة السوداني دي تبيض 20 بيضة بحاجات هقولك عليها دلوقتي. والبطة المسكوفي الطبيعي بتاعها انها بتبيض من 18 لحد 22 بيضة، تقدري تخليها تبيض لحد 30 بيضة بالحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي. تمام كده. تمام. عدد اللي قلنا كده عدد البيض، طب نزود عدد البيض ده ازاي؟ عدد البيض يا ستي، البطاية بتاعتك سواء كانت بلدي أو مسكوفي، أول ما تبدأ تبيض أو تعرفي إنها هتقرب تبيض أهيا، شايفين الشقاوة بتاعتهم قاعدين فين؟ أول ما تقرب إنها تبيض تبدأي تغيري العلف، بدل ما بتديها علف 21 لا تديها علف تركيز 16%. تركيز 16%. ماشي. جنب الدشيشة والرد عادي، بس العلف يكون تركيز 16%. ونحط لها في المية بتاع ده السيلينيوم سنتي على كل لتر، بس السيلينيوم يكون كويس من البيطري أو سيلينيوم بشري، نطحن قرص على 4 لتر. تمام كده. السيلينيوم طول ما هي بتبيض هتحطيه، بس بتحطيش كل يوم بقى، هنحطه 3 أيام في الأسبوع. السيلينيوم ممتاز جدا. أو نحط ثنائي فوسفات الصوديوم، لو مش قادرة تجيبي سيلينيوم أو مش عندك سيلينيوم حطي بداله ثنائي فوسفات الصوديوم. ما عندكيش الاتنين، ضروري جدا ومهم جدا انك تحط لها كالسيوم، لازم في الاسبوع ده خلال كل الاسبوع طول ما هي بتبيض لازم تحطي كالسيوم. يا سلام لو ربنا كرمك وعرفتي تعملي لها تحديقه. تحديقه عباره عن ايه؟ طوب احمر، رمله ابيض، رمل اسود، فحم مكسر، جير، كل الحاجات دي وتقلبيهم على بعض كده، صدف، كل ده تقلبيه على بعضه وتحطيه ليها في فتره ما هي بتبيض. يعني شوفي هتشكرك قوي قوي وهتحبك وهتبيض لك كتير جدا جدا. الحاجات اللي انا قلتها الاربعه دول بيخلوا البيض الفرخه البطه زي ما قلت لك كده ضعف عدد البيض بتاعها ما شاء الله. طيب بترقد قد ايه البطه؟ البطه بترقد 28 يوم في الصيف و30 الى 1 او 32 يوم في الشتاء، حسب الجو درجات الحراره. البط حلو جدا، بيحب ولاده وبيتمسك بيهم وبيحب يربيهم. فانا علشان خاطر ما اتبهدلش انا مع البط ده في البرد ده، احسن حاجه تقفلي لها كده عشه في مكان بلمبه واكل وشرب وميه وهي حره مع اولادها بقى. بس خلي بالك، لو البطه كان عندها فيروس او مشكله قبل كده ممكن لا قدر الله تنتقل لاولادها، فاحسن حاجه عشان كده بنحط المضاد الحيوي من اول يوم، وربنا يسترها بقى، يعني كل شيء نصيب. آه مهم جدا جدا وانت بتختاري البطة اللي هتبيض عندك، اللي هتخليها تبيض، ان يكون حجمها ما شاء الله فاير وكبير، يعني تنقي اكبر بطة فيهم دي عشان تربيها علشان تطلع لك انتاج بيض كويس. كل حبايبي الغاليين اللي كانوا عايزين يجيبوا بط علشان نربي سوا، اديني جبت البط اهوت. عشان كده انا ما كنت يعني كنت لسه متردده ان انا اشتري بط، قلت لما اشوف البط البلدي اللي عندي الاول، لانه انا بصراحه عجبني البط دوت في تربيته، لانه مش مكلف خالص وكمان بيديكي نتيجه جميله جدا، ويعني انا حبيته بصراحه. وكمان مش بيبهدل المكان، يعني ما بتحتاجيش تنضفي كتير زي البط المولر والبط المسكوفي كمان، لا نضيف كده يعني حلو، ما بتحتاجيش تنظيف كتير ابدا. اي حد هيجيب بط علشان خاطر رمضان او هيجيب فراخ او هيجيب، بصي هو في رمضان ان شاء الله هيبقى في شهر 4، في اول شهر 4. فاذا هتجيبي بط، عايزه بط يكون يعني حلو معاكي، ممكن تجيبي مسكوفي. لو انت هتجيبي من دلوقتي هتجيبي مسكوفي هيمشي معاكي، هيلحق شهر، احنا نص 12 اهون، هيبقى 1 و2 و3 وهيبقى جميل جدا على رمضان. عايزه تجيبي مولر ممكن تستني شويه، لان المولر يعني كبيره شهرين ونص، اللي هو البغالي. في بيكيني برضو بعد شهرين ونص، فيعني اللي عايز يشتري لرمضان انت دلوقتي في الوقت قدامك، مساحة من الوقت تقدري تشتري فيها. الناس بقى اللي حابة تجيب معايا من دلوقتي هاتوا يلا علشان نبدأ مع بعض. انا قلت لكم من اول يوم اهو تعالى البط وعلى طريقة الاستقبال بتاعته. اتمنى ما اكونش نسيت اي حاجه تتعلق بترقيد البط ورقاده وازاي نستفيد منه باقصى ممكن، ناخد بط مجنس وازاي
نزود انتاج البيض. كل الحاجات ديت اتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت بقى تفجروا لي الفيديو دوت لايكات وتشيروه على مستوى الدنيا كلها. تشيروه لكل الناس عشان كله يسمع ويستفيد. ولو انتم بتشوفوا القناة لأول مرة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. اوعوا تنسوا اللايك، لان انا فعلا والله بتعب في الشغل ده وبتعب في الفيديوهات دي جدا جدا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما اقول صحيح انا نسيت اقول لكم ان في لينكات تحت حلوة قوي، انا عاملة صابون وحاجات حلوة جدا على القناة التانية، موفرة واقتصادية وهتخليكي شطورة شطورة شطورة. يعني الصابون احنا عارفين دلوقتي غالي قوي، غالي اللي هو صابون المواعين ده بقى بهبل يعني. لا انت ب3 جنيه في صابون، والله ب3 جنيه تقدري تعملي 10 لتر صابون، يعني اللي يكفيكي اسبوع او اسبوعين. فان شاء الله الفيديوهات بتاعت القناه التانية تكون مفيده. هحط لكم اللينك بتاع الصابون، عامله نوعين صابون، هحط لكم النوعين اتفرجي عليهم واللي يعجبك اعملي زيه. الاتنين اقوى من بعض والاتنين بيلمعوا وفي منتهى الجمال واقتصاديين جدا، ان شاء الله يعجبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.